الله عليك. صوت جميل فعلا. وأنا عايزك تبدأ تكلمني عن أحمد قبل الغنى. يعني أنا أعرف إن أحمد مش خريج مزيكا، يعني أنت خريج ليسانس حقوق. معايا ليسانس حقوق. ودرست مزيكا؟ درست سنة. يعني طب ليه اشمعنى درست السنة؟ يعني ليه ما كملتش؟ ليه درست أصلا في كمزيكا؟ والله يعني أو كان رأي مين؟ لا، عندنا تعرف عندنا في الصعيد، انا اصلا صعيدي اساسا. انتم صعيدي. عندنا عادات وتقاليد في الصعيد طبعا دي ما ينفعش تغني. يعني هم عندنا حاجات دي عيب يعني. وانا من اسره برضه متدينه شويه. تمام. فكان يعني طبعا رافضين رفض تام موضوع الغنى يعني في الاول خالص. ده اللي هو من كام سنه تقريبا مثلا؟ يعني من زمان، ايام وانا في الاعداديه او في الثانويه. يعني من بتغني من زمان؟ بس احتراف كغنى بالظبط يعني اولى جامعه. احترفت غنى بالظبط من وانت في الكليه. كنت مشارك في جامعه ايه؟ انا كنت جامعه عين شمس. الاول كنت في جامعه المنصوره. وحولت لجامعه عين شمس. شاركت في حاجات جوه الجامعه ولا ما كانش ليك اختلاط بالانشطه؟ كنت بشارك في كورال الجامعه وحفلات لوحدي برضو. وكنت بشارك في تمثيل برضو. كنت اخدت مركز تاني، يعني ممثل تاني على مستوى الجامعه الحمد لله. تمثيل. اوكي. يعني بسم الله ما شاء الله عليك 7 صنايع. لا مش قصدي يعني انا يعني مش حابب التمثيل قوي صراحه. هو انت يعني ما لقيتش نفسك في التمثيل؟ طب بس انا شايفك برضو في الكليب معانا، يعني شايفك برضو بتأدي ما هو الكليب برضو تمثيل. مندمج يعني زي ما تقول. قصه الكليب برضو بتتكلم عن الخيانه برضو. بس خيانه ايه يعني؟ خيانه موجوعه قوي يعني. انا مثلا دخلت البيت لقيت واحده مقتوله. بس دي ما اتقالش في الكليب خالص يعني. لقيت واحده مقتوله. ومقتوله عن طريق واحد. يعني هي بتخوني معاه. ايوه. فطبعا صدمه. فصدمه ليك وانت دي كانت فكره الكليب. كانت فكره الكليب يعني كانت فكره الكليب بس ما ظهرتش. ما ظهرتش في الاول خالص. ظهرت الاول الباب. يعني انا طالع في الباب الاول كده، اول لقطه في الباب. بعرف الناس الاول ان ايه، ان في خيانه حصلت هنا. طيب احمد، لما جيت اخترت اغاني الالبوم بتاعتك اخترتها ازاي؟ يعني والله يعني انا عارف ان يعني انا احمد لسه كان بيقول لي قبل الحلقه ان المنتج هو صديق ليه، ودي شيء كويس جدا ان يكون المنتج صديق ليك. يعني دلوقتي اصبح ما بقاش في شركات انتاج بتنتج لحد. لا انا عايز اقول لك ان المنتج اصلا مش منتج اساسا. مش منتج اساسا كمان. هو طبعا الراجل عنده شركه مقاولات، شغال في البيزنس عموما. شغال في البيزنس عامه. فالموضوع يعني جه ازاي؟ يعني هو حبيني كموهبه. واختارني. مش هقول لك يعني هو اسمه ونصيب. طيب احمد هنرجع بس معانا اتصال مع حسين. الو. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حسين؟ الو. تمام الحمد لله. كل سنه طيب. الو ايوه معايا. كل سنه طيب. ممكن اكلم الاستاذ احمد؟ احمد معاك اهو. اهلا يا حسين. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ منور. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد علينا وعليك يا رب. يا رب. انا عايز اقول لك احمد فنان جميل قوي وربنا يوفقك ويكرمك كده. الالبوم اللي انت عامله جديد يا حسين صوت التلفزيون بعد اذنك يا حسين. الو حسين، صوت التلفزيون بعد اذنك. يعني احنا لسه انا عايز اقول لحضرتك الاستاذ احمد يعني مطرب جميل جدا. سمعت له ايه يا احمد من الالبوم بتاعه حسين سمعت له ايه من الالبوم بتاعه؟ الالبوم كله. طب اكتر اغنيه عجبتك ايه هي؟ كل مدمر حياتي وتضحياتي. دم بقى ميه ده سمع الالبوم كله فعلا. وايه رايك في احمد؟ احمد انسان جميل يعني. انا نسمع انسان زي الفل. ميرسي جدا يا حسين. كل سنه وانت طيب. هنسمع مع بعض. عايزين تمسك مايك. هندخل باغنيه اول كوبري الجامعه. وانا نفسي اسمع الاغنيه دي اصلا. انا مش عارف الاغنيه دي تقول ايه بس انا نفسي اسمعها. ندخل باغنيه اول كوبري الجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حابب على اول كوبري الجامعه كان تقريبا يوم جمعه، بنده عملت مستمع ومشيت بتخبي بضحكتها وعليا عليها متابعه من 5 وربع ل7 بالكيسه الاول الرابعه. انا ماشي ونفسي اعرف انا بيتنا. على اول كوبري الجامعه كان تقريبا يوم جمعه، بنده عملت مستمع ومشيت بتخبي بضحكتها وعليا عليها متابعه من 5 وربع ل7 بالكيسه
ماشي ونتصارف بلاغتنا تحود يمين احود يمين ساعة المعادة تكسر شمال اكسر شمال اقطع وراها تروح مني فين انا حالف متيامين بحسبها وعاجبها لو هي مين على اول كوبري الجامعة كان تقريبا يوم جمعة بنده عملت مجسمة ومشيت بتخبي بضحكتها اللي ما صدقت لقيتها دخلت بيتها استنتها واقوم طلعوا لاخواتها بلاش تحرج مش لازم افسر قلت لهم جاي وشاري وعايزها تبرد ناري مش بكتب ولا بداري ان شاء الله لو اتدخل واتنصر اللي ما صدقت لقيتها دخلت بيتها استنتها واقوم طلعوا لاخواتها بلاش احرج مش لازم افسر قلت لهم جاي وشاري وعايزها تبرد ناري مش بكدب ولا بداري ان شاء الله لو اتدغدغ واتكسر اول ما عيني جت عليها قلت هي اصل اللي شفته حلو فيها وشويه لو تطلب مني ايه يا عيني هتلاقيه من قلبي ما انا قلبي من غيرها فيه على اول كوبري الجامعه كان تقريبا يوم جمعه بنده عملت مجسمه ومشيت بتخبي بضحكتها وعينيا عليها متابعه من 5:15 ل7 بالجيزه الاول ربع انا ماشي ونفسي اعرف بلاغتها على اول كوبري الجامعه كان تقريبا يوم جمعه بنده عملت مجسمه ومشيت بتخبي بضحكتها وعينيا عليها متابعه من 5:15 ل7 بالجيزه الاول ربع انا ماشي ونفسي اعرف بلاغتها يا احمد بس انا عايز اسالك سؤال، انت جامعه عين شمس اللي هو ده جامعه القاهره؟ بنقول على اول كوبري الجامعه جامعه طيب. عايز اسالك في اختياراتك في الاغاني، يعني انت اخترت الاغاني ازاي؟ يعني والله اقول لحضرتك على حاجه، الموضوع اختيارات الاغاني طبعا يعني انا يعني انت كنت بتغني وخلاص بيجيب لك الاغنيه اوكي وتغني، ولا انت اللي بتجيب الكلام واللحن؟ انا اول حاجه طبعا الاغنيه دي لازم تلاقي على صوتي رقم واحد، ولازم انا احسها قوي الغنوه. ثالث حاجه طبعا بشوف الجو الناس محتاجه ايه بالظبط. يعني مثلا تلاقي غنوه دراما بتحس قلوب الناس وانا برضه حاسس اكتر فبغنيها بختارها بمعنى صح، وفي نفس الوقت كمان لوني. طب اكتر اغنيه حبيتها في الالبوم